والمشاهدات الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من قناة شبكة السلام الفضائية. يطيب لنا ويسعدنا أن نلتقيكم مجددا مع برنامجكم الأسبوعي فاسألوا أهل الذكر. في بداية هذا اللقاء نرحب بضيفنا الكريم فضيلة الشيخ الدكتور حسن. أهلا وسهلا بكم. أهلا وسهلا، مرحبا بك وبالمشاهدين. المشاهدون الكرام، مع برامج التربية والأخلاق والهدي النبوي نواصل معكم إن شاء الله تعالى في هذا اللقاء الطيب في موضوع يطيب ويهم أن نحيط به ونعرفه ونتعامل من خلاله، ألا وهو حسن العشرة. حسن العشرة به تستقيم الحياة، وبه يحفظ الحقوق، وبه تدوم المحبة وطيب العيش وطيب الحياة. هذا الموضوع نحتاج له أفرادا ونحتاج له جماعات في بيوتنا، في حياتنا العامة، في مختلف قطاعات المجتمع. ومن خلال هذه الحلقة إن شاء الله تعالى نتعرف جميعا على سمات هذا الموضوع وما ينبغي أن يتحلى به، وما هي الأشياء التي تجعلنا بإذن الله نكون بإذن الله على حسن العشرة، والثمار الطيبة التي إن شاء الله تعالى يجنيها من حمل واتصف بهذا الخلق الطيب المبارك. فضيلة الشيخ، في بداية اللقاء لعل من إحاطة بتعريف هذا الموضوع ويعني كذلك يعني تبصر به إن شاء الله. تفضلوا حياكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كما تفضلت، نحن في هذه الحلقات المباركة نتناول بفضل الله سبحانه وتعالى موضوعات الأخلاق وحسن السلوك والتربية وتزكية النفوس وتطهير القلوب، حتى يكون الإنسان صالحا في نفسه، مصلحا لغيره بحسب الإمكان. والعقيدة والتصورات وقضايا الإيمان إذا لم تنعكس لتكون ثمرات هذه العقائد هي سلوك طيب، فإنه لا معنى لها. وهذه ميزة هذا الدين، أن الإنسان سبحان الله الإيمان مثل أصل الشجرة وجذورها، وبقدر ما تكون هذه الجذور وهذا الأصل متينا وقويا وصحيحا وراسخا، كلما كانت كذلك الثمار التي تخرج بإذن الله سبحانه وتعالى كانت طيبة. ولهذا الله تبارك وتعالى ضرب مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. فنحن من خلال هذه الحلقات إن شاء الله المقصود كيف أن يكون السلوك الإنساني، السلوك البشري، سلوكا حضاريا، سلوكا منسجما مع العقيدة الصحيحة، منسجما مع معنى العمل الصالح. لأن مدارات هذا الإنسان في هذه الحياة هو العلم النافع والعمل الصالح. كيف يكون تصوراته وعقائده تثمر علما نافعا، وكيف كذلك أعماله تثمر أعمالا صالحة. ولعل هذا الخلق العظيم وهو خلق حسن العشرة أو حسن المعاشرة واحد أيضا من بنود هذا الجانب اللي هو مسألة الأخلاق وطيب الأخلاق. وربما في الحلقات السابقة تحدثنا عن أن الذين ينالون هذا الحظ من الأخلاق الطيبة والأخلاق الحميدة فإنهم أقرب الناس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنازل يوم القيامة، وأقرب الناس في الإتيان بمقاصد هذا الدين وحقيقة هذا الدين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: الدين المعاملة. فمعاملة الإنسان للآخرين تعكس طبيعة تدينه، فإن كان تدين الإنسان صادقا أثمر بإذن الله سبحانه وتعالى أخلاق طيبة. وأحيانا يكون الإنسان سبحان الله تجد في تعبده وتدينه يكون جيدا، ولكن في خلقه سيئا. هذه واحدة من التناقضات. لهذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بين التدين الذي هو أخذ بالشعائر، تجد الشخص يصوم ويصلي ويحج ويقوم بالشعائر التعبدية، ولكنه تجاه الخلق ومعاملة الخلق سيئة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننظر للأمرين معا، ننظر إلى دين الشخص
وننظر إلى خلق الشخص. باختصار شديد، موضوع حسن العشرة أو حسن المعاشرة هو كيف أن الإنسان يكون في تعامله مع الآخرين يدور بين المعروف والإحسان. باختصار يعني العشرة إما أنك تتعامل مع الناس بالمعروف أي ما تعارفوا عليه، والمعروف من الأشياء التي شرطها ألا تناقض شرعا محكما، فالأعراف مقرة في الشريعة الإسلامية وما تعارف عليه الناس معتبر، ولكن شرطه ألا يكون مصادما لنص من نصوص الكتاب والسنة. والإحسان هو فوق المعروف، الإحسان هو فوق المعروف وهو فضل. المعروف إذا قلنا بأنه من العدل فإن الإحسان يكون من إيه؟ من الفضل. فحسن المعاشرة تدور ما بين المعروف وما بين إيه؟ وبين الإحسان، وتجتنب مساحة المظالم. يعني حسن العشرة تتنافى مع الظلم. نعم. أي شكل من أشكال الظلم لا يدخل معنا في مفهوم إيه؟ العشرة. أي شكل من أشكال التنازل عن أحكام الله تبارك وتعالى أو المجاملات فيها لا تدخل معنا في حسن العشرة. فحسن العشرة هو عبارة عن السلوك البشري سواء كان قوليا أو كان فعليا في تعامله مع من حوله من الناس على أساس من المعروف وعلى أساس من إيه؟ من الإحسان. وبالتالي يكون قوله حسن وفعله حسن وتصرفاته حسنة، سواء كان ذلك مع الزوجة أو كان مع الأولاد أو كان مع الجيران أو كان مع الأضياف أي ضيوفه أو كان مع بيئته ومجتمعه. فهذه كلها مساحات لحسن إيه؟ لحسن العشرة، أي مساحات للفعل المعروف والفعل الحسن الذي يتسم بالطيبة، يتسم بحسن المعشر، يتسم بالرفق، يتسم باللين، يتسم بالكلام الطيب. هذه كلها مساحات يجب إن شاء الله أن نعتبرها داخلة فيما نسميه نحن بحسن المعاشرة. نعم، بارك الله فيكم على هذا الاستهلال الطيب الجميل، ونفع الله بما قلتم. وحقيقة يعني نتحدث عن يعني أهمية هذا الموضوع، وأيضا الاهتمام يعني في الشرع فيه فضيلة الشيخ بما يعني حقيقة نجد من يعني عناية الأدلة، عناية النصوص يعني قرآنا وسنة. فهذه الأهمية والاهتمام يعني حاضر في حقيقة في واقع وتجسيد هذا الخلق وتأكيده والحث عليه. بارك الله فيكم. نعم، هو الحث حقيقة في آيات كثيرة جدا. معظم الآيات التي تتكلم عن الإحسان أنها تشمل هذا الجانب. نعم. مثل قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين إذا أن قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب. هذه كلها داخلة معنا كل الآيات التي فيها على كل موضوع الإحسان. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، وقولوا للناس حسنا. فكل ما يتعلق بالإحسان إلى الخلق، ومنها إحسان إلى الوالدين. نعم، مش كده؟ الإحسان إلى الوالدين: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. فكل ما يتعلق بموضوع المطالبة بالإحسان في كتاب الله تبارك وتعالى يدخل معنا في هذا الباب، سواء كان مع الأب، مع الزوج، مع الأولاد، مع كل ذلك على كل معتبر في النصوص الشرعية. أيضا ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يلزم منه كذلك كل الأحاديث التي تنص على حسن الخلق، وتنص على ترك الفواحش من القول، وتنص على عدم إيذاء الناس، وتنص على حقوق المسلم، حق المسلم على كذا. هذه كلها كذلك داخلة معنا في موضوع حسن العشرة. وهنالك آيات تتعلق ب يعني حسن المعاشرة على وجه التحديد بين الزوجين. نعم، وعاشروهن بالمعروف. يا سلام. فتلاحظ بأن المساحات حقيقة التي تدخل معنا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لتغطي هذه المساحة من حسن المعاشرة هي مساحات كبيرة وكثيرة جدا. ولذلك الإنسان كلما تدبر كتاب الله سبحانه وتعالى ونظر فيه في موضوع الإحسان الذي هو تقديم الخير للخلق والإنفاق على الناس وبسط الوجه لهم وإحسان الكلمة في مقابلتهم، هذا كله يدخل على كل معنى في هذا الجانب. بل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينتقل في موضوع الإحسان خاصة في العلاقات الزوجية أنه كان يراعي
صاحبات خديجة رضي الله عنهن بعد وفاتها، فإذا جاءوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام وإلى زيارته تعامل وكأنما خديجة كانت موجودة، فيبسط لهم الفروش ويستقبلهم أحسن استقبال. فتسأل عائشة رضي الله عنها وهن نساء كبيرات تقول: ما بال هذه؟ فيقول: هذه صاحبة خديجة كانت تزورها في حياتها. انظروا كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حسن العشرة ذهب به ليس فقط إلى الجانب الأزواج الأحياء، ولكنه نظر حتى إلى الأموات. كذلك من حسن العشرة بالنسبة للوالدين أن تحسن كذلك إلى أصحابهم من بعدهم، هذا أيضا يدخل معنا في باب حسن العشرة. فعلى كل موضوع حسن العشرة مساحته حقيقة كبيرة جدا في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نلاحظ معظم الأحاديث التي تتحدث عن أن المسلم ليس بطعان ولا لعان ولا فاحش ولا بذيء تدخل معنا في باب حسن العشرة. كل الأحاديث التي تتكلم عن أهمية أن يكون المتبايعان في تعاملهما يكون تعاملا حسنا أيضا يدخل معنا في حسن العشرة. المتبايعان حتى صاحب الدين الدائن والمدين في أن يكون بينهما مثلا تعاملا راقيا فيما يتعلق باسترداد صاحب الدين لدينه، كلها على كل نصوص تدخل معنا إن شاء الله في هذا الباب الذي هو حسن العشرة. جميل، بارك الله فيكم. هذا الطرح يجعل حقيقة موضوع حسن العشرة حاضر في جوانب مختلفة من يعني حياة المسلم، وأيضا يتعدد مع تعدد من يلتقي معهم يعني حقيقة ويخالطهم ويعيش معهم الإنسان في حياته الخاصة أو العامة. لعله حقيقة فضيلة الشيخ أن نتطرق أيضا إلى معينات أو ما يعني تساعد الإنسان على يعني تحقيق هذا الخلق من الأفعال ومن الأقوال في حتى يكون بإذن الله الإنسان حاضر عنده حسن الخلق. نعم. النقطة الأولى اللي حقيقة نحن دائما في هذه الحلقات نحاول أن نؤكد عليها هو أن الإنسان وهو يقدم على هذا النوع من السلوك أو الأخلاق لابد أن يستحضر أن الثواب فيها من الله سبحانه وتعالى. يعني كل قضايا الأخلاق لا تنتظر أنت مكافأة من الطرف الآخر. يعني الشريعة تحث أنه والله إذا أحسن إليك أن ترد الإحسان، هي تقول لك ذلك، لكن وأنت تفعل الإحسان تقول لك يجب أن ترجو ثوابك من الله. يجب أن ترجو ثوابك من الله على تعريف التقوى المعروف، الخوف التقوى العمل بطاعة الله على نور من الله يرجو ثواب الله. نعم. مش كده؟ فأنت ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى بأفعالك كلها بما فيها موضوع حسن الخلق. ولكن وأنت ترجو ثواب الله سبحانه وتعالى يجب أن تدرك أن مقام حسن الخلق ليس من المقامات العادية. هذا من الأشياء التي تساعدك في الإقدام على حسن الخلق. تدرك بأن هذا المقام، مقام حسن الخلق، مقام الطهارات، مقام التزكية، مقام صفاء النفوس، مقام مجاورة النبي صلى الله عليه وسلم في الآخرة، مقام محبة الله سبحانه وتعالى. فتصور لما أنت تقدم على هذا الباب بهذا الشكل، إن والله هذه المسألة حسن الخلق أو حسن العشرة عندما نتكلم فيها جزئية بسيطة جدا من باب كبير جدا وهو حسن الخلق، يجب أن تقدم فيها بهذا الجانب. هذه نقطة مهمة. النقطة الثانية أيضا عليك أن تدرك بأن والله حسن الخلق فيه ما هو أصيل في الإنسان وفيه ما هو مكتسب. لهذا مجاهدة يعني. يحتاج مجاهدة عليكم. نعم. الذي رزقه الله سبحانه وتعالى طائفة من حسن الخلق وهيأه الله لذلك، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم. كما قال يعني النبي صلى الله عليه وسلم لأحد الأصحاب إن والله فيك خصلتان يحبهم الله. نعم. قال جبلت عليهما أم كذا؟ فقال جبلت عليه الحلم والأناة. نعم. فبعض الناس يجبل أو أن الله سبحانه يهبه منذ البداية صفات جميلة وطيبة ولا يحتاج إلى مجاهدة، ولكنها تحتاج إلى تنمية. نعم. وتحتاج كذلك أن لا تضمر، أن يمكن للصفة نفسها الجيدة تضمر مع عدم تنميتها، مثل رأس المال. كأنما أنت عندك رأس المال من الأخلاق، ولكن هذه الأخلاق إذا لم ترعاها ولم تعمل على حراستها قد تتلاشى وتضمر. مثل الفطرة، الله سبحانه وتعالى وهبنا الفطرة الطيبة، الفطرة السليمة التي تتقبل الخير وتؤدي إلى معرفة الله وكذا. ولكن بعض الناس نتيجة بعده عن الله سبحانه وتعالى وكثرة المعاصي يحصل أن هذه الجوهرة اللي هي الفطرة السليمة في داخل النفس البشرية تتلاشى وتتحول إلى طمس، فنحتاج مرة أخرى إلى
إلى صيانتها ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قال أكثروا من الاستغفار فإن فيه جلاء القلوب، لأن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. فنحن نريد أن نقول بأن من وهبه الله سبحانه وتعالى خلقا طيبا عليه أن ينميه ويحافظ عليه، لكن عليه أن يكتسب أخلاق طيبة وأخلاق حميدة، وهذا يتطلب مجاهدة ويتطلب صبر ويتطلب مراقبة ويتطلب قراءة ويتطلب اطلاع ويتطلب الحرص على متابعة النبي صلى الله عليه وسلم والتشدد في حبه عليه الصلاة والسلام والتمسك به عليه الصلاة والسلام، والحرص على عدم مخالفته في سمته وخلقه وحياته عليه الصلاة والسلام. فالذي يجتهد في هذا الاتجاه سيجد نفسه ما شاء الله بعد فترة استطاع أن يكتسب مقامات من الأخلاق. ثم أيضا عليه أن يدرك نفس هذا الإنسان أنه والله هذه المقامات الخلقية التي ارتقى إليها تقابلها دائما من الله هبات. يا سلام. لاحظ كأنما الله يقول لك والذين اهتدوا زادهم هدى. الجزاء الإحسان إلا الإحسان. فأنت قمت بإحسان، الله يقابلك بهبات من عنده سبحانه. مثل مثلا أن الله تبارك وتعالى يصلح لك بالك، مش كده؟ صلاح البال ويؤدي إلى طمأنينة القلب ويؤدي إلى الهدوء ويؤدي إلى السكينة ويؤدي إلى الرشد ويؤدي إلى أن الله تبارك وتعالى يهديك إلى أحسن الأخلاق وأطيب الأخلاق. فهذه كلها إذا استحضرها الإنسان إن شاء الله يمكن أن تكون بالنسبة له مداخل. هذه من حيث المنطلقات، يعني هذه منطلقات لا بد أن يستصحبها الإنسان ويضعها أمامه. لكن بعد كده عندك مفاتيح لأنه والله كيف أنا من أين تبدأ؟ الشريعة تقول لك أبدأ من الأشياء البسيطة. صحيح. مثلا أن يكون الشخص هاشا باشا مبتسم، يا سلام. تبسمك في وجه أخيك صدقة. هذه حاجة بسيطة لا تكلف الإنسان. فما الذي يحمل الإنسان على أن يكون مثلا غضوبا مكشرا كما يقولون، محبطا، لا يقابل الناس بالفرح؟ فأبسط حاجة في حسن العشرة أن تقابل من يلقاك بالوجه وجه الطلق والبسمة. أن تدخل من خلال ابتسامتك السرور في نفس المسلم. وإدخالك للسرور في نفس المسلم هذا نفسه من الأشياء التي تؤجر عليه. مجرد أنك أدخلت السرور على أمة النبي صلى الله عليه وسلم. كان أحد مشايخنا يقول إن من أعظم ما يدفعني إلى حب المؤمنين محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن تحب أمته وتحبهم فردا وتريد لهم الخير فردا. لماذا؟ لأنهم أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. فلاحظ هذه المعاني كلها من الأشياء المؤثرة في الإنسان. فالتبسم، الوجه الطلق، الكلمة الحسنة، قولوا للناس حسنى، المصافحة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صافح يحرص أنه لا يفك يده سريعا ولا يشعر الشخص الآخر بأنه مثلا ملل السلام. كان النبي لا يطلق يده حتى يطلقها الآخر. ثم أيضا من الأشياء المهمة جدا في حسن العشرة أنك أثناء ما تسلم على الشخص أن يكون وجهك على وجهه. للأسف الشديد بعض الناس سبحان الله يمسك باليد ويكون واضع هذه سيئة جدا. يعني أنت يدك مع شخص وقلبك مع شخص شخص آخر، أو يكلم أو تكون أنت داخل على الناس في مكالمة وتدخل على ناس وتسلم. هذه كلها من الأشياء التي لا تؤدي إلى حسن العشرة. دائما أشعر الآخر بأنه مهم. كانت هنالك مقولة نسمعها زمان في كتابات الشيخ الدكتور بكار صلى الله يحفظه ويبارك فيه. كان يقول كل مولود يولد على هذه الأرض يحمل لافتة من يوم ميلاده إلى يوم وفاته مكتوب عليها أشعرني بأني مهم من فضلك. يا سلام. لاحظت؟ ما تقول هذا صغير هذا كبير، لا، كل الناس تحب الاهتمام. كل الناس تحب أن تشعرها بمكانتها، كل إنسانيتها. هذه الأشياء البسيطة، وهذه سبحان الله الشريعة تراعيها. ومن أعظم ما جعلت الشريعة تبني عليه أحكامها التفصيلية فكرة مهمة جدا، وهي جبر الخواطر. كيف أن والله الشريعة تسعى إلى أنك تجبر خواطر الناس. كثير من الأحكام فيها جبر الخاطر. يعني مثلا من الأشياء الفقهية المعروفة متعة الطلاق كسر لخاطر المرأة، أليس كذلك؟ لكن هذا الكسر الشريعة تلزمك سواء كان وجوبا أو استحبابا بأن المرأة لا بد عند الطلاق تعطيها مالا أو تعطيها ما يسمى المتعة في الشريعة، فلا تتركها هكذا، يجب أن تعطى من المال ما يجعلها. وهذه سبحان الله الفضلاء يبدعون فيها.
كثير من الفضلاء يبدعون فيها بأنه والله يعني لا يجعل لحظة الطلاق هي لحظة سيئة، لأنه سبحان الله أمرنا الله تبارك وتعالى أن نتعامل بالمعروف أو أن نفترق بالإحسان، أو أن نعيش بالمعروف ونفترق بالمعروف، كلاهما في كتاب الله سبحانه وتعالى. فهذه كلها من الأخلاقيات المهمة جدا. موضوع الكلمة الطيبة، موضوع الوجه الطلق، موضوع المعاملة، أحيانا التصدق على الناس، زيارات الناس، المرور عليهم في أسواقهم بخير، تفقدهم، حتى في واقعنا المعاصر الآن الاستفادة من الوسائط هذه التي بأيدينا اليوم لزيادة صلة الأرحام وتفقد أحوالهم والسؤال عنهم، هذا كله مما يدخل في حسن المعاشرة. كذلك من الأشياء التي تدخل في حسن المعاشرة داخل البيت، وهذه مهمة جدا، كيف أن الزوج يكون مع أولاده ومع أسرته أيضا حسن المعشر. كان النبي صلى الله عليه وسلم عندما يدخل على بيته كما تقول عائشة رضي الله عنها كان يعني يكثر الضحك معهم ويكثر المداعبة معهم، حتى إذا سمع الصلاة قالت فكأنه لا يعرفنا ولا نعرفه، ويكون في خدمة أهله ويكون في ملاطفتهم. فالعلاقة ما بين الزوجين مهم فيها، العلاقة بين الأبناء والآباء يدخل فيها هذا الباب، العلاقة مع الضيف أيضا يدخل فيها حسن المعشر. فأنت مثلا إذا جاءك ضيف لا تحاول لحظة مجيء الضيف هذا ووجوده معك في البيت أن تنشغل ببرامج أخرى. بعض الناس يعني يترك الضيف مثلا في الديوان ولا يبالي به، وهذه إشكاليات كلها لها علاقة بحسن المعشر. وبعض الناس سبحان الله لا يلتفتون إلى الأحكام الشرعية، هو ينسى أن هذا الضيف له حقوق شرعية تدخل أحيانا في الواجبات وليست في المستحبات. عجيب. يعني مثلا أن يكون لك ضيف تنشغل عنه مثلا بنوافل الليل، لاحظت، وهو عنده واجب، يعني يجب أن تكرمه وتطعمه وتؤانسه حتى ينام مثلا، ثم تتفرق بعد ذلك لأمورك الأخرى. بعض الناس يقول لك والله عندي قراءة، عندي متابعة، عندي كذا، وينشغل عن ضيفي. هذه من الأشياء التي أيضا لا تليق بصاحب الخلق الطيب. يعني كلها على كل هذه من الأشياء إن شاء الله التي يمكن أن تكون من مداخل إن شاء الله لحسن المعاشرة. يدخل معك بعد ذلك حتى قضايا الديون كما ذكرنا، يكون أن كيف الإنسان يطالب حقه بحسن المعاملة وحسن العشرة، وكيف أنه أيضا إذا رأى الطرف الآخر معسرا كيف يتم حسن العشرة أن تمهله إلى وقت آخر. هذه كلها أحكام حقيقة تفصيلية تجدها في سائر مجالات الحياة تدخل معنا في هذا الباب. بارك الله فيكم على هذا التوضيح وهذا الكلام، جزاكم الله خيرا. حقيقة فضيلة الشيخ يعني مما ينبغي مراعاته في حسن العشرة، الحقيقة قد تكون هناك أحيانا يعني مثلا مع من تحب أو مع من تزامل أو مع من تعيش يعني شيء من الكدر مثلا، ولعله حقيقة أنه يعني هذا الكدر ما يفوت حده يعني الشرعي أو حده الذي لا يسقط حقوقه يعني، ولهذا ربنا عز وجل يقول ولا تنسوا الفضل بينكم. كيف حقيقة يكون المجتمع في حالة أو أنت ومع أخيك لو بدر بينكم مثلا سوء تفاهم أو مثلا اختلاف نقول وجهات نظر، ولعل هنا أن حقيقة نأتي إلى ما يعني حقيقة يكون هناك من المهاترات بين الشباب وغيرهم في هذه الوسائل الحديثة، يعني من التجاذب بالسباب أو بالشتائم أو نحو هذه الأمور. هذا أظن من المهم يعني حقيقة أن يتوجه به الكلام. جزاكم الله خير في هذه النقطة. وحقيقة نحن في إطار معاركنا الحقوقية ومعاركنا السياسية ومعاركنا على كل مع الظلمة ومع المتجبرين، ومعاركنا أيضا مع الشركاء أحيانا من الظلمة الذين لا يرقبون فينا إلا ولا ذمة ولا يروننا أصلا مواطنين معهم على هذه الأرض. هؤلاء كلهم لا بد الإنسان سبحان الله وهو يخوض هذه المعارك أن تكون خوضه لهذه المعارك أخلاقية. جميل. ونحن أمة الأخلاق قبل كل شيء. لا يمكن أن تكسب معركة بالشتائم، ولا يمكن أن تكسب معركة بالإساءات، ولا يمكن أن تكسب معركة بأنك والله تظلم الآخرين أو تتطاول عليهم أو تطغى عليهم. كل ذلك لا يكسبك معركة، بل بالعكس أنت تخسر معاركك بهذا النوع من الأداء. دائما المعارك يجب أن تخوضها بشرف كما يقولون، أن نخوض معاركنا بشرف. أول شيء أنا في رأيي حالتنا الإسلامية بالذات في إريتريا داخل الصف المسلم لا بد من التزام الأخلاق.
جميل. فعندما يقوم مثلا، عندما يقوم شاب وهو متحمس وغيور جزاه الله خير على قضيته على شعبه وكذا، لكنه تحمله هذه الغيرة على أن يتجاوز الحدود ويتطاول أحيانا على الكبار أيا كان، كبار سنا أو كبار قدرا أو كبار علما، المهم أنت تجد هنا نفسك أمام مشكلة حقيقية، مشكلة أخلاقية، وهو أن الإسلام يأمرك دائما أنك والله توقر الكبير وتحترمه وتقدره حتى وأنت تنقده، لا يعني أن تتطاول عليه. نعم. مثل ما نراه الآن والعياذ بالله، يعني قبل يومين مثلا تطاول أحيانا على الأمهات، تطاول على الآباء، إساءة إليهم، اتهامهم في الأعراض، اتهامهم في الأديان، لدرجة أن الشخص مثلا يقوم بتكفير شخص. هذه كلها من القضايا حقيقة اللي هي محل إشكال، ولا بد في رأي أهل العلم وطلبة العلم أن يكونوا يعني يقولوا بالحق مهما كان. يعني يجب أن لا يجعلنا ذلك نسكت إن والله لأن هذا الشخص متحمس وهذا الشخص يعني مندفع للقضية الجيدة، فأنت أحيانا بعض القضايا المشروعة كما يقولون تخسرها بالمحامي الفاشل، مش كده؟ فكان بعض العلماء يقول الإسلام أعدى القضية وأحق قضية، ولكنها لم تجد المحامين الذين نعتبرهم محامين يستطيعوا أن يعملوا رسالته. فنحن في إريتريا مثلا الآن قضيتنا تعتبر قضية حق، والحقوق التي نطالب بها حقوق مشروعة، ولكن للأسف الشديد نفقد هذه القضية بسوء أخلاقنا، نفقد هذه القضية بألفاظنا التي تتجاوز الحدود، يعني نخسر قضيتنا بأن ننقل معركتنا، بدل أن تكون معركة مع العدو الحقيقي ننقلها إلى معارك جانبية، وتتحول بدل كانت معركة مع العدو تتحول إلى معركة مع الذات، فتستحصل حالة احتراق داخلي. وهذه للأسف الشديد خلال الأيام الماضية مثلا لاحظنا في التيك توك وفي بعض المواقع أن الناس تحولت إلى إحياء جاهلياتها، شتائم للقبائل وإساءات للقبائل وتطاول عليها، وهذا يشتم هذا وهذا يشتم هذا. فعلى كل نحن إن شاء الله في هذا المنبر المبارك منبر السلام نناشد كل الشباب وكل الشابات، وحقيقة الملفت أيضا الشابات. يعني أنا أعجب في أن كيف الفتاة مسلمة تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتنتسب إلى قبيلة مسلمة وتنتسب إلى بيت مسلم، ثم تكون سيئة جدا في ألفاظها، يعني ألفاظ يعني يستحي منها الشاب ويستحي منها الرجل، فضلا عن الأنثى، خليك الأنثى. فكيف إنه امرأة تتجاوز كل هذه الأمور لتتلفظ بألفاظ يستحي منها حتى الرجال؟ فأنا أقول الحياء أيتها الأخوات، الحياء. المرأة متى ما سلب منها الحياء فقدت أنوثتها وفقدت بريقها. الرجل له سبحان الله جاذبية في صفة، والمرأة لها جاذبية في صفة. الجاذبية الأساسية في المرأة أن تكون حيية، أن تكون تملك الحياء في ألفاظها، في حركتها، في سكونها. مدحت المرأة في داخل كتاب الله تبارك وتعالى بهذه الصفة، جاءت إحداهما تمشي على استحياء. فهذا الحياء إذا فقدناه في بناتنا لا مستقبل لنا. فأنا أقول إن شاء الله من هذا المنبر أناشد كل الشباب والشابات والإخوة ألا نخوض معاركنا بالألفاظ السيئة. خذ معركتك بشكل صحيح، اختار أفضل الله تبارك وتعالى وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. ليش السبب؟ قال إن الشيطان ينزغ بينهم. مجرد ما تجاوزت الخلق الطيب والكلمة الطيبة واللفظة الطيبة في اختيارك، وهنا لاحظ سر الآية، قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ما قال هي التي حسن، لا قال لك اختار. ما إذا في كلمتين واحدة حسنة والثانية أحسن قال لك أمشي للثانية حتى لا ينزغ الشيطان بينك. وهنا أيضا الآية قالت وقولوا للناس، مطلق الناس، أنت مطالب أن تقول لهم الحسن، مطالب أن تقول لهم الكلام الطيب. فعلى كل هذه المناسبة جزاك الله خير نبهتنا على هذا الموضوع المهم جدا. للأسف الشديد أولا انتقلت المعركة بدل أن تكون فعلا مع الظالم ومع الدكتاتور وأعوانه وما يقوم به ممارسات نتيجة موقف خاطئ، نتيجة سوء خلق، نتيجة لفظة نابية، نقلنا المعركة إلى داخل الصف المسلم. وبالتالي هذا ما يريد الطاغوت، يريد والله لا انتقلوا إلى ما بينكم ويلا.
هذه القبيلة تشتم هذه القبيلة، أبناء هذه القبيلة يتطاولون على وهكذا إلى ما لا نهاية. فعلى كل هذه المسألة لا بد أن نلتفت إليها، بحيث المجتمع المسلم أخطر ما يواجهه التفكيك الداخلي والتفتيت، وأخطر شيء يؤدي إلى هذا التفتيت غياب الاحترام المتبادل، غياب ما يؤدي إلى الائتلاف، وما يؤدي إلى الاعتصام، وما يؤدي إلى الوحدة، وما يؤدي إلى التماسك. الله تبارك وتعالى يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هذا يدل على أن كل ما يؤدي بنا إلى الوحدة يجب أن يسلك، وكل ما يؤدي بنا إلى الافتراق وإلى الاختلاف وإلى التنابز يجب أن يترك. فكل ذلك إن شاء الله من الأشياء على كل التي لا بد أن نلتفت إليها وننبه لها شبابنا. الله يجزاكم خير على هذا الكلام وهذا التوجيه الأخلاقي الإسلامي الطيب، الذي هو حري حقيقة خاصة شبابنا وشاباتنا أن يعني ينتبهوا على يعني كلامهم وعلى يعني ما يصدر بهم من مواقف تجاه يعني تجاذبات وقضايا تطرأ، فيكون حاضر حقيقة حسن الخلق، ويكون حاضر حسن العشرة، ويقول يعني ويكون حاضر وقولوا للناس حسنا كما وجهنا القرآن الكريم. فضيلة الشيخ، ونحن حقيقة يعني نأتي إلى يعني النقاط الأخيرة في حديثنا هذا، وهو حديث طيب وشيق، يعني مكسب يعني من ثمار هذا الموضوع كما أسلفتم حقيقة رضا الله عز وجل. كيف الإنسان يشعر بأنه بهذه المعاملة وبهذا الخلق وحسن العشرة يرضي ربه وكذلك يكسب من حوله؟ هذا مهم يعني، فلعل يعني أن يعني ننتبه ونوجه الناس لهذا الأمر شيخنا. هو الحسن الخلق سبحان الله أعظم ما فيه كما تفضلت هو أنك تطيع الله تبارك وتعالى، تطيع الله تبارك وتعالى في أفضل ما طولبت به بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى، هو الإخلاق. لذلك مثلا كان العلماء يقولون: التوحيد أولا والأخلاق دائما. يعني لاحظ، الأخلاق بدأت مع النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعثته، وبل النبي صلى الله عليه وسلم يبدو أنه كان مكتسبا لكثير من الأخلاق قبل أن تأتيه الرسالة. لما قالت عائشة، لما قالت خديجة رضي الله عنها: إنك والله لن يخزيك الله. نعم. مش كده؟ إنك لتصدق القول وتحمل الكل وتعين على نوائب الحق وكذا. فكانت صفات النبي صلى الله عليه وسلم صفات كلها توحي بأن النبي عليه الصلاة والسلام اكتسب، وإنك لعلى خلق على خلق عظيم. فهذا الخلق العظيم الذي وصف الله تبارك وتعالى نبيه، لا بد للمسلم أن يقتبس منه شيء، لا بد أن تقتبس من هذا. فأنت عندما تتجه نحو حسن الخلق تقترب من محبة الله، تقترب من الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الثانية، وهذه ربما كثير من الناس لا يلتفت إليها: الطمأنينة النفسية والسلام النفسي، وشعور الإنسان سبحان الله بالأمان الداخلي وبعدم التوتر حتى في الأعصاب. شعور الإنسان بأنه والله وضعه طبيعي وليس عايش حالة من التشنج، تعيشها بالأخلاق الطيبة. يا سلام. لاحظ، الابتسامة تعطيك نوع من الأمان الكبير جدا، بينما التوتر والغضب والتشنج يؤثر حتى على صحتك. فليست المسألة، أنا لا أريد أن أتجه بالناس إلى ما يمكن أن يقوله رجالات التنمية البشرية، لكن نقول نحن والله وأنت تتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لكن عليك أن تدرك كل خلق له أثر عليك في النفس. فالإنسان الذي يتعامل بحسن الخلق يجد أثر ذلك في نفسه، يجده في السلام الداخلي، يجده في الطمأنينة، يجده في الراحة النفسية، يجده حتى في نومه. فالذي يكون طيب القلب حسن المعشر حتى في نومه وضعه مختلف عن الذي ينام متوترا وعنده مشكلات. ذاك الصحابي الذي كان يقول: أنام وليس في قلبي شيء. لاحظ هذا السلام الذي يعيشه هذا الإنسان. ثم أيضا مع الآخرين، الذي هو صاحب حسن في المعاملة وحسن إذا توفي افتقده الناس بأخلاقه. ولكن الشرير صاحب المعاملة السيئة قالوا: الحمد لله الذي كفانا الله سوء خلقه. أيضا وأنت تتعامل مع الناس، أحيانا صاحب الخلق السيء ينافقه الناس، أو بالأحرى يظهرون له وهم مجبرين، يعني هم ما عندهم قناعة بأنهم يتبسمون في وجهه أو يقولون كلاما طيبا في وجهه، ولكنهم يتقون شره بإيه؟ بهذه المعاملة. هذه إشكالية، يعني يفترض المعاملة تكون معاملة راقية ظاهرا وباطنا. فصاحب الخلق السيء أنه يصنع من الناس الذين حوله عناصر
تتعامل معه بنوع من المجاملات أكثر ما تتعامل معه بالواقع. أيضا حسن السيرة هذه، حسن السيرة تؤثر سبحان الله في حياتك الأخرى. صاحب الخلق الحسن تجد والله في معاملاته، في بيعه، في شرائه، في طلبه للديون، في معاملته مع الخلق، في تقديم الناس له في المجالات هذه كلها لها علاقة بإيه؟ بحسن العشرة. بينما الشخص الذي يكون سيء الخلق لا أحد يجعله في منطقة الصدارة أصلا. والذين يتقدمون دائما في المجتمعات من اكتسبوا خلقا طيبا وعاشوا هذا الخلق داخليا وتعاملوا به مع الناس، فالناس يعيشون معهم على هذا الوضع. بارك الله فيكم. حقيقة لعل من الجميل أن نختم بعد هذا الحديث عن حقيقة الأمن الاجتماعي في المجتمع، ومن أسباب تحقيقه. هل نستطيع أن نقول أن حسن العشرة مما يوطد هذا الأمن الاجتماعي الهام الذي المجتمع كلما كان حقيقة من ما يتصف به وجود هذه العشرة في جنباته، من يمثلها، من يتعامل بها حتى في العلاقات الأخوية. حميمة حسن العشرة له طعم وله أهمية فليتكم إن شاء الله تعطونا هذه الإطلالة. بارك الله فيك. سبحان الله، ميزة الأخلاق بشكل عام أنها تصنع مجتمعا متسالما أو مجتمع مسالما، مجتمع متعايش فيما بينهم، مجتمع لا تسوده الأحقاد والضغائن والكراهية، مجتمع لا تسوده التعالي على بعضه البعض. وهنا حقيقة يحضرني حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحاديث التي قالها النبي صلى الله عليه وسلم، من أوائل الأحاديث التي قالها وهو عند دخوله المدينة. لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم جاء من مكة إلى المدينة، كان أول ما قال أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. لاحظ هذه الصفات الجميلة. إفشاء السلام، طبعا هنا إفشاء السلام معناه واسع جدا. للأسف الشديد بعض الناس يختزلونها في إن والله أن تقول لي السلام عليكم، هذه بدايات، لكن يذهب إفشاء السلام إلى كافة أشكال السلام المجتمعي، السلام الاجتماعي، السلام الأمني، السلام الاقتصادي، السلام السياسي. فالمجتمع الذي يفشي السلام بينه، النبي ربطه بعدة أشياء: أفشوا السلام تسلموا، أفشوا السلام كي تعلوا. لاحظت؟ أفشوا السلام، ربط النبي صلى الله عليه وسلم قضية السلام بجملة من القضايا. متى ما توفر السلام حصل العلو للناس كي تعلوا، يرفعكم الله تبارك وتعالى ويجعل مقامكم مقاما ساميا. أفشوا السلام تسلموا، أي أنه المجتمع المتسالم هو الذي يفشو فيه السلام. فلاحظ هذه الحالة فقط، إفشاء السلام ماذا يترتب عليه. فكيف لو أن المسألة صاحبها إطعام الطعام وصلة الأرحام وصلى الإنسان بالليل والنهار. هذا الحديث سبحان الله أنا أقول هو من الأحاديث التي تشتمل على ما نسميه نحن بالأمن الشامل، الأمن الديني والأمن الاجتماعي والأمن الاقتصادي والأمن السياسي، كلها في هذا الحديث. أفشوا السلام فيه الأمن السياسي بكل أنواعه، أطعموا الطعام فيها الجانب جانب الاقتصادي، فيها الجانب الاقتصادي. صلوا الأرحام فيها الأمن الاجتماعي، صلوا بالليل والناس نيام فيها الأمن الديني. لاحظ حديث واحد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنما يقول النبي عليه الصلاة والسلام في المجتمع الذي يريد أن يؤسسه هذه هي الأركان التي يقوم عليها هذا المجتمع. مجتمع قائم في علاقة جيدة مع الله، لأن هنا الإشارة إلى نقطة الجمال والكمال اللي هي قيام الليل، دليل على أن الإنسان قد أدى ما عليه من واجبات وصلوات. لاحظنا؟ فأشار النبي إلى النقطة الكمال، وأشار كذلك إلى موضوع إفشاء السلام، وأشار إلى صلة الأرحام. فهذه القضايا كلها إن شاء الله من القضايا التي تجعل المجتمع يعيش سلاما اجتماعيا وتعايشا. وهنا لا نقول فقط حتى تكون أيضا الصورة واسعة في إطار المجتمعات المتعددة، خصوصا المجتمع الذي يكون فيما بينه السلام هو السائد. مثلا مجتمع يتواجد فيه مسلمون وغير مسلمين، هنا يلزم نفس الأخلاق التي نتكلم عنها يجب أن تكون مع غير المسلم. وكيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بأخلاقه هذه، والصحابة بأخلاقهم كان الناس يسلمون. يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى شخص من جيرانه يهودي شاب، فيعرض عليه الإسلام عليه الصلاة والسلام،
فيلتفت هذا الشاب إلى والده يهودي فيقول أطع أبا القاسم، فيقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول، فيموت على الإسلام. فالنبي يخرج وهو مبتسما ويقول الحمد لله الذي نجاه بي من النار. أخذت؟ فهذه الحالة التي تجعل المجتمع كله في حال السلام وفي حالة ترابط وفي حالة تناصح وفي حالة أمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبسط الخير للناس هي التي إن شاء الله يسعى الإسلام لصناعتها في المجتمعات. نعم، بارك الله فيكم فضيلة الشيخ على هذا الحديث الطيب، ونفع الله بما قلتم. حقيقة يعني يذكر ضيفنا الكريم أن الأمن الشامل يتحقق من خلال التعامل مع ما أمر الله به وما أمر به نبينا صلى الله عليه وسلم بإفشاء السلام وبالأخلاق الحميدة وبحسن العشرة وبتحقيق المودة والرحمة والصفح، وهذه الأخلاق كلها إن شاء الله تعالى تؤدي إلى خلق مجتمع آمن، مجتمع متماسك، مجتمع حقيقة تسوده المحبة ويتحقق فيه الخير والبركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل مجتمعنا بإذن الله تعالى كما يريد الله عز وجل، وتعود إلى بلادنا الطمأنينة والسكينة والعدل وما نريده فيها من الخير لكل إنسان أريتريا بتحقيق من وعد الله عز وجل، وأن يكون المسلم في هذا إن شاء الله خيرا نافعا دائما وأبدا، يرعى في منطقه وفي كلامه حتى وإن اختلف مع غيره، يرعى يعني الحقوق ويأتي يعني الكلام الحسن، فهو الذي بإذن الله يكسبك يعني قضيتك ويكسبك الناس، وتكون بهذا بإذن الله ممن وعدهم الله بالخير والنفع العام. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في استماعكم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والمشاهدة، إلى أن نلتقيكم بإذن الله في لقاء قادم في الأسبوع القادم. نستودعكم الله ونشكر فضيلة الشيخ على ما تفضل به وقدم. نلتقيكم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.